مش عايزين نلعب في اصل الكنافه، بلا بيستاشيو بلا مستشيواش. يا واش يا واش علينا. كفايه كده بوظتوا لنا ذوق العيال، والله العظيم العيال ذوقهم باظ خالص. عايزين نعمل حاجه على اصولها بقى زي ما اهالينا كانوا بيعملوه. بصوا القطايف دي يا عيال اللي انا كنت عاملاها لكم العجينه بتاعتها قبل كده. بصوا الجمال، وشايفين لونها وحلاوتها، شايفين الكنافة، بصوا خرطة الكنافة عاملة ازاي. هي دي بتاعت امي وجدتي وعمتي والناس الجميلة بتاعت زمان. بصوا كانت حلوة ازاي وبسيطة في منتهى الجمال. هتجيبي نص كيلو الكنافة وتقعدي تفرويليه كده، ما تجمديهوش وتطلعيه تفضل. بالله عليك يا شيخ ما تقعدي تفتفتي عليه، تفتفتيه من الفريزر، خليها تفك واقعدي فرويليه زي ما انت، خليها شعيرات طويله زي ما هي، ما تقعديش ديش تفتفتي فيها. بس كده. وانزلي عليها بكوبايه سمن، اي سمن عندك يستحسن، لو في بلدي يا سلام خير وبركه، ما فيش اعملي بالموجود، المهم تكون سمن ما يكونش زيت. ويلا عودي بسيها كده بطراطيف صوابعك بحيث ان كل شعرايه من شعيرات الكنافه تبقى متغلغله كده ومتغلفه بالسمنه. بس كده. واقسميها نصين، ادي النص الاولاني خليه في الصينيه. هتقولي لي مش هتدهني الصينيه يا حاجه؟ ما انا حاطه السمن في الصينيه قدامك، ادهنها تاني ايه؟ ما انا حطيت سمن ما فيه كفايه. لا طبعا مش هدهنها، خلاص. سويها كده حلو وسدي الفراغات. والحشو بتاعها يبقى ايه؟ شويه جوز هند على شويه زبيب، بس كده. هتقولي لي سوداني، ما بحبش السوداني في الكنافه، مش عايزين نخسر بعض. انا بحب قوي السوداني في القطايف، انما في الكنافه لا. ايوه، انا بحبش السوداني في الكنافه. هو شويه الزبيب على شويه جوز الهند وشويه حلوين كده من جوز الهند كده، بيخليها طعم قوي وريحتها في منتهى الجمال. يلا انزلي بالنص التاني من الكنافه كده وظبطي الدنيا واملي الفراغات بتاعتك واقعدي ايه، سويها بايديكي وبططيها كده شويه وساوي الدنيا. بس كده زي الفل زي الفل. الفرن بتاعك ولع على درجه حراره ايه؟ الحراره اللي انت بتسوي عليها كل الصواني بتاعتك، لان كل بوتاجاز بيختلف عن التاني. انا عندي البوتاجاز بسويه على 220، بحط على الرف الاوسط ولا شوايه ولا حاجه خالص. بس اديني سويتها اهو. هدخلها الفرن تقعد قد ايه؟ تلت ساعة. هتبصي تلاقي الجناب بتاعتها، بصي بدأت تحمر وشخللت والوش بدأ يصفر. خلصت كده؟ لا لسه ما خلصتش، لازم تقلبيها. طب نقلبها ليه؟ ما انت هتشوفي بقى الناحية التانية شكلها احلى من الناحية الاولانية. بصي كده، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفة الجمال بقى؟ يبقى نقلبها ولا ما نقلبهاش؟ حاجتين بحب اقلبهم وانت عارفاني، الكنافه والرقاق. واقلبهم بايه؟ بصينيه حماتي اللي بقى لها 700 سنه دي، عمري ما استغنى عنها ابدا. حاجات اثريه. بتفكرني بالزمن الجميل. بس هندخلها الفرن كمان 10 دقايق. يلا بقى الشربات بتاعنا ايه؟ كوبايتين سكر على كوبايتين ميه. اول ما يغلوا انزلي عليهم بباكو فانيليا ونص ليمونه معصوره. هتسيبيهم تلت ساعه، هيبقى الشربات تقيل وجميل كده. اوعي الشربات يتقل منك قوي ويبقى عامل زي عسل النحل، لا. انا مش عايزاه زي عسل النحل. هو تقيل بس برضو يعني سايب في نفسه كده وحلو. بصي الجمال بقى. يلا اسقيها الشربات الكميه اللي هتاخدها، مش لازم تاخد الكميه كلها على فكره. هتقولي لي الصينيه دي مقاس كام؟ هقول لك 26. بصي جاوبتلك على كل الاسئله اللي بتدور في دماغك. يلا اقعدي ميليها بقى من كل النواحي كده، يمين وشمال، عشان تتاكدي ان العسل غلف الكنافه بتاعتك. بصي اللون، شايفه الحلاوه، بصي الجمال. وتقولي لي ما نقلبهاش؟ لا يا ستي اقلبيها، اسمعي كلامي، لما تقلبيها شكلها احلى بكتير قوي. يلا بقى نقطع خرطه كده ونشوف عامله ازاي. وما تنسيش، عايزين نقول الدعاء بتاعنا بتاع سيدنا الخضر اللي بيملى بيوتنا خير وبركه ورزق وستر. الهي يا رب استرني ويستركوا يا رب. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله، ما بنا من نعمه فمن عند الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم دمها علينا نعمه يا رب، واحفظها من الزوال، واسترها معانا دنيا واخره، وكفينا شر المرض، وكفينا شر الاذيه، وكفينا شر المستخبي، وكفينا شر الوحش كله يا رب العالمين. واحفظنا واحفظ ولادنا، واكرمهم واسترهم واجبرهم، ونجح مقاصدهم، وكفيهم شر طريقهم، وكفيهم شر المرض، وكفيهم شر المستخبي، واجعل لهم في كل خطوه سلامه، واكتب لهم في الطيب نصيب يا رب العالمين. امين 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 يا رب العالمين. يا رب يستركوا يا ولادي ويستر ولادكم يا رب. بصي الخرطة، يا سلام، اللهم صل على النبي.
هي دي خرطة الكنافة بتاعت زمان، البستاشيو ومستاشيو ومش عارفة ايه وابصر ايه والايه ده ايه ده. بصوا القطايف بتزغرط اهي، بتزغرط. فاكرينها اللي عملت لكم العجينة بتاعتها؟ شايفين جميلة ازاي، ومقرمشة من بره ومبشبشة من جوه وطرية كده وفي منتهى الجمال اهي، محشية سوداني وجوز هند. روعة روعة. يلا جربيها، واوعي تنسيني لايك وشير ومتابعة وتعليق جميل كده. فوتك بعافية، بألف عافية.